كله بالتدريج. المسيح الدجال مش هيتبعه كل من في الأرض من فراغ. الفكرة بس إنك تتعود. يحصل زلازل وكسوف وخسوف وظواهر كونية غريبة بنتصور معاها سيلفي. ظواهر كونية كان هدفها إنك تخاف فتتظبط، بس للأسف تستمر، فبيحصل كوارث وأوبئة وبداية مجاعات وكثرة موت وانتشار التفاهة والشذوذ الفكري والحرفي، وعمل مقر عبادة للبقر في دول عربية مسلمة، واستحلال الخمر والموسيقى والزنا والاختلاط، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وانتشار الأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون. ولا عبدة العلم الزائف. كان نفسي يبقى علم فعلا تجريبي حرفي، مش شوية نظريات وفلسفات بقت تتدرس في أكبر الجامعات العلمية. احنا في التسلسل الطبيعي اللي لما يوم القيامة يجي مش هيبقى يوم مميز ولا حاجة، لا ده هيبقى يوم طبيعي زي الأيام اللي احنا عايشينها دي، وهننسى إن المسيح الدجال مرسوم على جبهته كافر، وهنتأقلم. ومش بعيد ندخله الجنة، أصل حرام يعني، ده بعين واحدة. ما هو حرام برضه، احنا مش ربنا، دعوا الخلق للخالق. بس شوف رحمة ربنا، بالرغم من كل ده بيصبر عليك وبيبعت لك كل الرسائل دي عشان تفهم، ومستنيك تتغير. بس انت خلاص بقيت شايف بس مش شايف. ما هو في فرق كبير بين المبصر والبصير، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مش بعيد كمان تكون بتسقط كل ده على الناس وعايش في جو ضاع إسلامنا وربنا يهدي الناس. لا يا معلم، ربنا يهديك انت. معدل التغيير هيبدأ من عندك يا كبير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وخليك عارف المفتاح للأزمات دي في الآية دي: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.